لو خدتوا بالكم في الاسبوعين اللي فاتوا في حاجات غريبه كده بدات تظهر في الشوارع الرئيسيه وعلى الطرق السريعه. حاجات كده عباره عن صناديق لونها اسود، ناس بتقول عليها سماعات دي جي، وناس بتقول عليها صناديق بتاعه كهرباء، وشكلها كده ولا يهش ولا نش. بس الحقيقه ان دي رادارات. ورادارات ما جاش زيها قبل كده خالص، رادارات جديده علينا تماما، ويعتبر من اهم الرادارات اللي جت مصر لغايه دلوقتي، برغم ان احنا بنستخدم تقريبا 10 انواع من الرادارات. بس ده تحديدا اتلقطت منه 4 مرات، فبالتالي مش هسيبه ولازم اتكلم عنه ونتكلم عن مواصفاته. البتاع الاسود المستطيل اللي متعلق فوق العمدان ده اسمه ميستا كومباكت، وده نوع رادار جديد يعتبر الاخ الصغير للرادار المشهور جدا بتاع طريق السويس اللي اسمه الميستا فيوجن. وكنت عملت فيديو قبل كده عن الميستا فيوجن ده واتكلمت عن مواصفاته الرهيبه جدا، وهسيب لكم الفيديو ده في اول كومنت. بس المهم دلوقتي الميستا كومباكت اللي بدا ينتشر بيعمل ايه وبيشتغل ازاي بالظبط. اقوى نقطه في الرادار الجديد اللي اسمه الميستا كومباكت ده ان هو كهين جدا، هو ولا بيطلع اي نور ولا بيعمل اي صوت ولا بينور من اي حته، هو قاعد كده متشعبط على عواميد ساكت تماما، ولكن بيلقط كل حاجه. الرادار ده من شركه فرنسيه، وهو بيصور عن طريق تقنيه جديده ان هو بيصور بالاشعه تحت الحمراء بالانفراريد، فبالتالي ما بتشوفش اي فلاش ليه هو بيضرب، ولكن احيانا لو ركزت فيه كويس قوي كده بالليل هتلاقي فيه نور احمر بسيط خالص بيطلع منه، بس ما تشوفوش لو انت ماشي بتجري او لو انت مش مركز معاه تماما. وبالمناسبه مش الميستا كومباكت بس اللي كده، دلوقتي غالبيه الرادارات اصلا بقت شغاله بالانفرا، فبرضه بتصور بدون ما تضرب فلاش. فلو لقيت رادار قدامك ما بيضربش فلاش مش معنى كده ان هو بايظ او مش شغال، ممكن يكون بقى شغال دلوقتي بالانفرا. الرادار ده بقى بيقدر يتابع 5 حارات مروريه في نفس الوقت، وبيتابع 126 عربيه في نفس الوقت. يعني لو حتى في كثافه مروريه، لو ده طريق سريع، لو في عربيات كتير بتعدي، هو ما عندوش اي مشكله خالص. 126 عربيه بيعدوا من قدامه في نفس الوقت، يقدر يتابعهم كلهم بشكل منفصل خالص. وهو بيقسم العربيات ل5 انواع: عربيات ملاكي، عربيات فان اللي هي الميكروباصات، عربيات نقل، واتوبيسات وموتوسيكلات. وبيعرف كل نوع فيهم ايه المخالفات بتاعته وايه السرعه القصوى والسرعه الدنيا ليه، وبالتالي بيقدر يخالف كل واحد فيهم لوحده. والاجمد بقى كمان ان هو مش بس بيخالف على السرعه، هو كمان بيقدر يعرف انت لابس الحزام ولا لا، لو بتاخد غرزه بياخد باله وبيلقطك، لو بتعدي حد من اليمين، او لو مش سايب مسافه امنه بينك وبين اللي قدامك، وكل دي حاجات بيعرف يلقطها. بس الحمد لله على حد علمي يعني هو شغال في مصر سرعه وحزام بس. والرادار ده تحديدا ما ينفعش تبقى عارف مكانه وتيجي تهدي قبله، او ما ينفعش تشوفه من بعيد تيجي تهدي قبله، لان هو شغال برادار دوبلر. الرادار ده بيشوفك من مسافه 100 متر، وبيبدا يتابعك من ال 100 متر دي لغايه اما تيجي عنده تقرب عنده لمسافه 15 متر، وخلال الفتره دي بيبقى عارف سرعتك كام وبتزيد ولا بتقل ولا ايه وضعك بالظبط. وبعدين لما بتقرب منه بيلقطك ب3 كاميرات مختلفه. ال3 كاميرات دي بتصور العربيه كلها ككل، وبتصور الكابينه اللي جوه العربيه، وبتصور نمره العربيه، بحيث ان هو يقدر يجمع صوره كامله العربيه بشكل واضح جدا، وبعدين يقدر يحللها ويديك المخالفات بقى اللي هو شايفها غير موضوع السرعه. بس الحقيقه ان كل ده كوم، وفي حاجتين تانيين مهمين جدا جدا في الرادار، ودول كوم تاني خالص. البوكس بتاع الرادار ده مقسوم من جوه نصين، فيه 2 موديولز. الموديول الاولاني اللي فوق ده موجود فيه الكاميرات واجهزه القياس والحاجات دي كلها، والموديول اللي تحت موجود فيه وحده التبريد، وموجود فيه الباور سبلاي او النظام بتاع امداد الطاقه بتاع الرادار ده. والفكره بقى فين؟ ان انت مثلا لو عندك طريق سريع والطريق ده طويل جدا وكبير جدا، فمش معقول انك تجيب رادارات تملى بيها الطريق ده كله، ولكن انت هتجيب بوكسات من دي تحطها بطول الطريق كله، وبعدين الموديولز اللي جوه دي تشيلها وتحطها في اي بوكس منهم، بحيث ان انت مثلا يبقى عندك على الطريق 10 رادارات، بس فعليا انت عمال تنقل الموديولز ما بينهم، فيبقى في رادار بس او رادارين شغالين على الطريق كله، فالناس تبقى ماشيه على الطريق مش عارفه انهي رادار فيهم اللي شغال وانهي واحد فيهم اللي عباره عن ديكوي، عباره عن ديكور ملوش اي لازمه، هو بس محطوط عشان يخليك تلتزم بالسرعه. وده بيقلل التكلفه جدا في انك تغطي طريق كامل بالرادارات بدون ما حد يعرف انهي رادار فيهم اللي شغال وانهي واحد فيهم اللي مش شغال، خاصه ان هو زي ما قلت ما بيضربش فلاش، فبالتالي ما انتش عارف انهي صندوق من دول شغال وانهي صندوق من دول محطوط بس ديكوي عشان يخدعك. والنقطة الثانية عشان الرادار ده بيلقط من مدى بعيد جدا، ففي عنده إمكانية إن هو يتحط لغاية مسافة 16 متر بره الطريق. يعني ممكن يبقى عندنا طريق بينتهي هنا وهنا السور الخرساني تمام، وبعدين نبعد 16 متر عن الطريق ونحط عمود عليه الرادار، فبالتالي هو بيكون بره مستوى الرؤيه بتاعك اصلا، ما تقدرش تشوفه ولا تقدر تتابعه ولا تقدر تاخد بالك منه خالص على الطريق، ويقعد فتره كبيره جدا شغال ومحدش عارف هو فين وبيلقط منين. بس فنصيحه يعني محدش يجري خالص على الطرق دلوقتي، التزموا دايما بالسرعات القانونيه، دي حاجه امنه ليكوا، وفي نفس الوقت عشان ما تدفعوش مخالفات كتير، لان الرادارات الجديده دي الميستا كومباكت والحاجات الثانيه ما بتهرجش الحقيقه يعني. قولوا لي كده، خدت مخالفات قد ايه واتلقطت مخالفات قد ايه بسبب الرادار ده؟ انا عن نفسي واخد 4 مخالفات لغايه دلوقتي من الرادار ده، وللاسف ما شفتوش خالص غير بعد ما فات